اهلا بحضراتكم في قناة اليمام الماسي. انا كابتن مسعد، هاوي طيور وهاوي بالاخص اليمام، جميع انواع اليمام واليمام الماسي. تنسوش حضراتكم تعملوا سبسكرايب وتدوسوا الجرس عشان القناة تنتشر وكل هواة وغواة اليمام يستفيدوا بالمعلومات اللي بقولها والفيديوهات اللي بنزلها. حلقة النهاردة هي الجزء الاول من مجموعة يمام هنتفرج عليه وهو راقد على الزغاليل وراقد على الحصى. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة مع اليمام الخاص بيا بأنواعه. طبعا ده ذكر يمام ماسي بيرلين سنوايت زي ما حضراتكم شايفين كده. انا طبعا شدني المنظر، هو ماسك الريشة عشان يدفي بيها الحصى، هو تحتيه حصى لسه ما فكش، بس منظر بصراحة عجبني الصبح فقلت اصوره عشان تشوفوه معايا. انا لما بشوف اي منظر جميل بحب اصوره عشان كلكم تشوفوه معايا. ده جوز تاني يمام نخيل، بسم الله ما شاء الله. شايفين النتاية عاملة ازاي؟ طبعا يمام النخيل زي ما انا قلت لحضراتكم فرخه صعب جدا في الاسر، بس انا نجحت ان انا افرخه بفضل ربنا من اجيال زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. ده زغاليل لسه فاقسه، الحصى لسه فائس بقاله تقريبا يوم او يومين. هننزل نشوفه كويس. في زغلول فائس امبارح وزغلول فائس النهارده لسه الصبح زي ما حضراتكم شايفين كده. انا برضو همسك الزغاليل عشان تشوفوها، عشان نشوف برضو مع بعض. مأكلينهم بسم الله ما شاء الله. مأكلين اول زغلول لبا، بس التاني عشان لسه فائس بيبقى في حاجه اسمها المح، ده بيبقى في كيس المح لسه فائس. لما الزغلول بيطلع من البيضة بيقعد تقريبا 6 ساعات او 12 ساعة وبعد كده بيأكلوه. وفي حاجات ما بتبقاش فائسة فيها اي اكل في كيس المح وبيأكلوها في ساعتها. هنرجع تاني العش عند الاهالي. بسم الله ما شاء الله. دي النتاية الذكر، يعني مش طبعه حنين قوي زي النتاية، بس النتاية لا بسم الله ما شاء الله هي حنينة جدا. انا حتى بحاول ازقها عشان تطلع على الطاجن على الزغاليل، بس هي طبعا خايفة من خوفها مش عايزة تتحرك خالص، بس الحمد لله طلعت الطاجن. ده الجوز اللي بعده جوز يمام ماسي، هما مش طفرات، ده اوف وايت. جوز يمام ماسي عادة جدا، تحتيهم زغلولين هنشوفهم دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. واحد برضو فائس امبارح والتاني فائس من تقريبا ساعة. الصغير اللي هناك اللي تحتها ده اللي تحت الذكر، ده الذكر اللي راقد مش النتاية، تقريبا بقاله ساعات لانه لسه تقريبا مبلول. بسم الله ما شاء الله. ده جوز بلاك ماسك او البلوم او طويل الديل، دي النتاية اللي واقف في الارض. طبعا هي اي يمام او اي طيور ما بتحبش نظام التصوير ده او الفلاش بتاع الكاميرا. وده الذكر بسم الله ما شاء الله، تحتيه حصوتين. ذكر حنين جدا، النتاية برضو حنينة جدا، بس انا عشان دخلت عليهم فجأة وهي كانت ممكن بتاكل اتضايقت مني. بسم الله ما شاء الله. طبعا انتاج يمام البلوم او البلاك ماسك صعب جدا في الاسر، من الحاجات اللي صعبة جدا لان هو بري زيه زي النخيل، بس الحمد لله برضو انا بفرخه من اجيال وبطلع منه زغاليل. وفي ناس قصدتني في زغاليل وخدت مني بلاك ماسك. الجوز اللي بعده ده اخر جوز هنشوفه في الفيديو. دي نتاية خوخي وذكرها سينامون برونز، تحتيهم زغلولين بسم الله ما شاء الله. ده الذكر كان واقف على ايدي على صباعي، طبعا هو متضايق مني فواقف على صباعي بيحمي زغاليله حاجه كده. بسم الله ما شاء الله. اليمام الماسي انا بحبه جدا وبعشقه، وفي ناس كتيره جدا بتحبه، وفي ناس ما بتعرفش تعمل معاه، بس هو التعامل معاه سهل اذا احنا ركزنا معاه وفهمناه. طبعا في ناس اتعاملت معايا كتير في اليمام الماسي، وانا اديت ناس كتير جدا يمام ماسي طفرات وعادات. اتمنى ان الفيديوهات حلقة النهاردة في الجزء الاول تكون عجبتكم، واستنوا الجزء الثاني.